من مواليد 12 من سبتمبر 1977 بدأ موحى، كما يحلو للإسبان تلقيبه، ممارسة كرة القدم في ملاعب الأحياء، وكانت بداياته في منطقة سامبويا. هناك لعب مع فريق المدينة ضمن منافسات بطولة الدرجة الثالثة الإسبانية، ثم تقطته أعين كشافة برشلونة الإسباني خلال إحدى المباريات لينتقل إلى هذا الأخير. استمرت تجربة موحى مع الكاتالان حتى نهاية عقده، ثم التحق بعدها بنادي أوساسونا الذي كان يمارس في ذلك الوقت في السيغوندا ليحقق معه الصعود إلى الدرجة الممتازة. مر خلال تلك الفترة بتجربتين متباينتين مع أندية إلشي وليفانتي قبل التوقيع مع إسبانيول لمدة عامين، حيث شارك معه في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي سنة 2007، ثم مر بتجربة غير موفقة مع ريال سوسييداد لمدة سنة ليقرر الالتحاق بنادي خيرون لأسباب عائلية صرفة، حيث كان النادي يعاني في تلك الفترة على مستوى النتائج، حيث ساعده اليعقوبي على تخطي الأزمة لينتهي به المطاف في النهاية بقميص نادي ساباديل، حيث أنهى المشوار معه سنة 2014 في البطولة الإسبانية الثانية. نجم السيغوندا بدون منازع. رغم بنائه المورفولوجي الصغير، عرف موحى اليعقوبي خلال احترافه في الليغا الإسبانية بامتلاكه رؤية ثاقبة في الملعب ودقة التسديد، إضافة إلى سرعته في المناورة والمراوغة، مما يخلق مصاعب للخصم لدى مواجهته. من الأسرار التي رافقت المسار الاحترافي لموحى اليعقوبي، عند سؤاله عن كيفية التحاقه بالمنتخب الوطني المغربي في إحدى الحوارات الصحفية السابقة، أكد الزئبقي على الدور الكبير الذي لعبه العميد السابق نيبت بمناسبة إحدى مباريات الليغا الإسبانية التي جمعت اللاعبين. سأل العميد عن مدى رغبة اليعقوبي في الالتحاق بالمنتخب، ليؤكد هذا الأخير عن انتظاره دعوة المسؤولين. دفاع عن القميص رغم الأنسولين. فجر مراد حدود زميل موحى اليعقوبي في تلك الحقبة مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف في إحدى الحوارات عن معاناة موحى من مرض السكري، حيث كان يحقن نفسه الأنسولين بشكل سري داخل الملابس، وأنه الوحيد الذي كان على دراية بالموضوع، ولم يبح بهذا السر من قبل. كان موحى اليعقوبي إحدى الأوراق الهامة داخل التوليفة التكتيكية للمدرب بادو زاكي، خصوصا خلال كأس إفريقيا للأمم بتونس 2004، ومن لا يذكر إسهامات موحى في مباريات المنتخب الوطني، وخصوصا خلال مباراة الجزائر التاريخية، حيث قدم موحى تمريرة الشهد ومنها أسكن مروان الشماخ هدف التعادل أمام الجزائر في بناء تكتيكي رفيع المستوى أعاد من خلاله المنتخب الوطني المغربي للمباراة والنهاية الكل يعلمها. أسقط الريال في البرنابيو بثلاثية في واحدة من المباريات الخالدة لموحى في البطولة الإسبانية. نجح أوساسونا بلاعبه اليعقوبي في إسقاط جيل الغلاكتيكوس في معقله سانتياغو برنابيو بثلاثية، وكان الهدف الثالث من إمضاء موحى برأسية بديعة في شباك الإسباني إيكر كاسياس، ليسجل اليعقوبي اسمه ضمن تاريخ اللاعبين المغاربة الذي هزوا شباك العملاق ريال مدريد، رغم أن المبدع المغربي لم يكن محظوظا في التتويج مع منتخب بلاده بلقب إفريقي، وهو الذي كان قاب قوسين من الظفر به بتونس، لولا الحظ الذي وقف إلى جانب نسور قرطاج، ما جعل موحى يتذكر بحرقة ضياع لقب على المنتخب المغربي. كان الأجدر بنيله.